شيخ أحمد، في دقيقة واحدة تنصح الشباب بإيه؟ أنصح الشباب وأقول لهم: تمر الأيام وتجري وراءها الأشهر وتجر معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وحتما سيقف الجميع بين يدي الملك الذي قال عن نفسه: وكفى بنا حاسبين. فكل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، وكل حي سيموت، ولا يبقى ولا ولم ولن يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت. تلاقي الشاب خارج لعمله فجأة كده يقع يموت، لا نقول مرض معين ولا نقول حادثة ولا الموت أصبح أمام كل الأعين، وأصبح في قلوب الجميع، وأصبح يهدد كل البشر. فأنت كإنسان عاقل مسلم بالله ومؤمن بالله عز وجل، لو ما رجعتش لربنا النهاردة هترجع لربنا سبحانه وتعالى إمتى؟ يعني هتتوب لربنا إمتى؟ وتقول يا رب أنا رجعت لك إمتى؟ وهتنكسر وتذل نفسك وتوطي راسك لربنا سبحانه وتعالى إمتى؟ دموعك اللي ما بتنزلش غير على المقاطع الرومانسية، أنا مخنوق بسمع المقطع الفلاني بيريحني، ومش ربنا قال في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. وزي ما قلت لحضرتك في أول الحلقة: أصدق القول قول من؟ قول الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى الأم والأب أو البيئة والسوشيال ميديا، اقتدي بمين؟ اقتدي بواحد صالح ولا بواحد طالح؟ بواحد يعلم من كرامتي ويثبتني على الدين، ولا واحد يشككني في عقيدتي ويشككني في ربنا ويديني امل في الحياه؟ غياب القدوة رقم 3. غياب القدوة. نعم. رقم 3 غياب القدوة. غياب القدوة. انا بقتدي بمين على الفيسبوك؟ بقتدي بمين في حياتي؟ يا ترى قدوتي اللي بيعمل شعره؟ يا ترى قدوتي اللي بيلبس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو ده القائد. لو انت بتقتدي بشيخ معين فهو بيقتدي بمين؟ بالنبي. فانت ما تاخدش واحد خد سبب او سببين من النبي، لا، خد الاصل، خد البذره من اولها، خد النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش انت عاوز ربنا وعاوز رضا ربنا وعاوز الجنة وعاوز الرضوان وعاوز الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ عاوز تكون من الناس اللي ربنا قال فيهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ عاوز الجنة اللي ربنا قال فيها: سلام عليكم بما صبرتم. صبرنا على ايه؟ صبرنا على الدنيا، صبرنا على شقاء الدنيا، صبرنا على مشاكل الدنيا، صبرنا على فقر الدنيا، صبرنا على موت الابناء في الدنيا، صبرنا على اشياء كثيره في الدنيا. الدنيا ما كانت ابدا دار راحه، وما كانت ابدا دار سعاده، انها دار شقاء. لما واحد ابن حنبل واحد بيساله بيقول له: يا امام انا تعبان، ارتاح امتى؟ قال له: يا حبيبي الدنيا ما كانت ابدا دار راحه. عاوز ترتاح، عاوز تشم نفسك كده، أول رجل هتحطها في الجنة، أنت كده ارتحت. أسأل الله أن يرزقنا وإياك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. طيب.